السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الثامنة من مسلسل بنات لالا منانا. باهية غادي تجمع وليداتها بجوجهم وغادا تدوي معاهم وغادا تعاود لهم كل شيء. ياسين غادي يعرف الأخبار وغادي يعرف باللي راه مو كانت ولداتو في السجن وما قدراتش انها تخليه معاها تما، حيت غادي يطلع يكلوشار. وهذا داكشي علاش كانت عطاتو الباهية اللي هي الزوجة ديال كمال مازال غادي نعرفوا القصة ديالو بأنه كان مزوج مع جميلة قبل، ولكن مع باهية ارتاح أكثر وتزوج بها. يعني هو الزواج الأخراني ديالو هو مع باهية، وهي فين ولدات يوسف ولداتو باهية مع كمال. وفي الوقيته اللي كان هو كيعرفها كان كيخونها مع جميلة، حيت ما قدرش ننسى حبه القديم، وكان كيتلاقى بها وهي هذيك حتى حملت الاخر حتى هي. وهكا منين كانت عرفات باهية هادشي خباتو باش ما تستر راجلها بان راه كيخونها وداكشي قدام الناس وهذا. وملي كانت جميلة دخلت للسجن فخير منها رباتو، حيت كمال هو اللي كان قال لها راه دابا هو ولدي، فين غادي نديرو، واش انا غادي نلوحو ونرميه في الزنقة، خاصو يبقى يكبر تحت عيني حيت هو ولدو. باهي رضات بهادشي ورباتو وربات عليه الكبده. ودابا منين عرف ياسين الحقيقه كامله ياسين تخربق. ياسين ولد الوحيد اللي رباتو، وماشي ولد نيت، ولكن طلع كيقرا وباغي يقرا وعينو في القرايه. ويوسف اللي طايش، ومره جاي سكران مره جاي مبوق، وكل مره وفي حاله جاي. ولكن دابا منين ما هي شافت هادشي هذا قدام عينيها تخربقات وتلفات، ما بقات عرفات ما دير. مازال غادي نكتشفوا رحيم هو اللي باقا تالفة، هي المدني اللي كيقلب لها على الزوج اللي غادي يتزوج بها ليلة وحدة ومورا يطلقوا غير باش تحلال ليه. رحيمو راه كتبغي المدني والمدني كيبغيها، ولكن رحيمو دابا كتفشش وباغا تقلي السم المدني باش تبين ليه باللي هاد المرة آخر مرة دوي بشي طريقة ولا تقول شي كلام ما عبروش. وداك الشيء علاش هي كتفشش عليه دابا وكتقول ليه ما بغيتش نتزوج لا بهذا لا هذا كبير، انا باغي شي واحد صغير، انا باغي هذا. وهو كيغير عليها وهي كتموت بالفرحه، حيت اصلا باغيه تشوف هذا الجانب اللي كتحس به الحنان من جهته. حيت ملي كيغوت عليها ولا كيغضب عليها وهي كتذكر ليه لا بغيت نتزوج بهذا طويل لا هذا قصير، كتفرحي. فمازال غادي نكتشفوا انه في الاخير غادي يلقاو واحد السيد اللي غادي يفك لهم الجره هذه كامله. ولكن ما خفيه كان اعظم، حيت هاد السيد غادي في الاول يدير لهم خاطرهم يثبتهم، ولكن ما غاديش يبغي يطلق وغادي يكلف منهم فلوس. وواخا المدني تا هو خدام مع المخزن ويدو طويله شويه، ولكن ما يقدرش انه يفرض شي حاجه على شي حد. داكشي علاش السيد الوالي دراعو ولا كيبتزو بالفلوس باش يطلق رحيمه. اما في الجهه الاخرى ديال شامه اللي باقا تالفه بين بناتها بجوجهم. بنتها الاخرى ما طيعاش ليها، خصوصا اللي كتقرا وكتمشي للحي الجامعي، يعني ما كتسكنش في الدار معاهم بزاف، ولكن ما كتسمعش ليها الهضره. والقضيه الثانيه اللي هي ديال راجلها عالي، فكنكتشفوا انه صافي داك السيد بصح لقى الهوته، ولا باغي يسكن معاهم في الدار، ولا باغي ياكل ويشرب على حسابهم. وهادشي كامل كتشوفوا خواتاتها كاملين كيشوفوه وباغيين يدويو مع شامة، ولكن شامة اللي فيها كفيها، حيت ما حيتها لبنتها اللي يلا غتخرج دابا من الحبس، ماشي الحبس، المهم كانوا كيحققوا معها لا تكون عندها يد مع داكشي ديال الارهاب. ولكن طلع في الاخير باللي بنتها ما عندها حتى شي حاجه بداك الشيء، وبنتها غادي تبغي حتى هي تعيش معاها في الدار. وهنا فين المسؤوليه غادا تثقل عليها من جهه الفلوس. وداك الشيء علاش غادي تولي شامه وباهيه ورحيمو كاملين خدامين مع ديك السيده اللي كتدبر لهم على الافراح والمناسبات، يمشيو ويغنيو فيهم. وهكا غادي يجيبوا فلوس، ولكن غيخسروا اعز ما عندهم اللي هي الام ديالهم، حيت ما راضياش بهذا الشيء، ما راضياش بناتها يا على خريامهم يوليو كيغنيو ويجمعوا الغرامه. هذا الشيء هذا ما راضياش به. فبهذا كنكون وصلنا لنهاية ديال الحلقة. ما تنساوش ديروا لايك، اشتركوا في القناة، وشاركوا الفيديو مع اصدقاء ديالكم. هادشي اللي كاين، مع السلامة.